بدايتنا النهارده مع جماعه اسمها المنظمه السوداء، واللي بتكون عباره عن مجموعه مشعوذين وسحره، وبتكون في معركه بين وحوش غريبه اسمهم اكوما والسحره، وبتكون في بنت فيهم اسمها ميراندا، خلينا نناديها بمير، وبتكون عامله درع حمايه حوالين مجموعه مدنيين عشان محدش يتصاب. وفي نفس الوقت باقي زمايلها بيحاربوا باقي الوحوش وبيقتلوهم، وبيكون في واحد من الوحوش دي بيحاول انه يوقع الدرع بتاع مير، لكن واحد منهم بيتدخل وبيقتله. وبعدها بتكون في معركه تانية، لكن المره دي على طاوله الشطرنج، وبيكون في شخص بيواجه ايد شخص مختفي، وبينادوا الشخص ده باسم مارتن، واللي لما بيخسر بيقولوا ان هو عاوز الخاتم اللي لابسه، فالايد بتقع على الشطرنج وبتتحجر والخاتم بيقع، وبيقولوا انهم اخيرا قدروا يجمعوا حجر البراءه. وبعد كده بيعرفوا ان المنظمه عملت مقر جديد ولازم كلهم يروحوا. وبعدها بنروح للمركب، وبيكون في واحد اسمه ألين وولكر، واللي بيكون واحد من اقوى السحرة في المنظمه، بس بيكون دايما مكسوف واحيانا بيبقى كانه طفل. ولما بيوصلوا بيكونوا مبسوطين جدا من المكان الجديد اللي هيعيشوا فيه. وهنا بنعرف ان المنظمه كان عندها مقر رئيسي قديم، وبنعرف ان المنظمه دي اصلا معموله عشان تحارب وحوش الاكوما، واخر حرب ليهم كانت اسمها الحرب المقدسه، واللي بدات لما المنظمه هجمت على الاكوما وخدت منهم معلومات سريه كتير عن التكوين بتاعهم. وبنعرف ان في شخص هو اللي صنعهم واسمه ميلونيوم ايرل. وبعدها بيقول كاندا لكل المنظمه ان هم ما يفرحوش بالمكان الجديد، وده بسبب ان هم لسه بعيد عن منطقه مهمتهم، وكمان المكان لسه جديد وغريب عليهم. لكن الكلام ده ما عجبش ألين، واللي وقفوا قدامه كانهم هيتخانقوا، لكن في واحده زميلتهم قررت تتدخل وتنقذ الموضوع، وعرضت عليهم ياخدوا حلويات منها، ففرح ألين وسابه وراح لها. وبعد شويه بيظهر راجل عجوز من البوابه السحريه، وبيقول له كاندا انه كان مفكر انه هيجي يساعدهم، لكن العجوز بيقول له انه كان مهتم بمهمته الاساسيه. وبعدها بيدخل واحد وبيروح له بسرعه ألين ولينالي، وبيسلم عليهم وبيقول لهم انه مبسوط جدا ان هم رجعوا بالسلامه. وبعد شويه بيدخل واحد اسمه القائد ليفلي، وبيقول لألين انه لازم دلوقتي حالا يسمع اوامره، وبياخده وبيعملوا عليه اختبارات صعبه. وبيكون ألين متضايق جدا، لكن في دماغه عارف ان هم بيعملوا كده عشان يطمنوا. وبعدها بيأمروا ان هم ينقلوه للقائد كروس، والقائد ليفلي قرر انه لافي هو اللي يكون مسؤول عن نقله. وبعد شويه بياخدوه يوقفوه قدام باب القائد كروس، واول ما بيدخل كروس بيقولوا انه عدى وقت طويل جدا، وبيظهر مجموعه حواليه وبيكون اسمهم مجموعه الغربان، وبيكونوا دول فرقه سريه للمنظمه، لكن بيكونوا مشهورين بقوتهم الكبيره واسلوبهم المميز في القتال. واول حاجه قالها ألين وانه دلوقتي عرف اذا كان في اتصال بين مانا ونواه مع رقم 14، ومانا ده شخص ونواه دي عشيره، اما رقم 14 ده برضه شخص بس كان من ضمن عشيره النواه. فرد عليه انه فعلا كان بينهم اتصال، لحد ما اكتشف ميلونيوم خيانته لعشيره نواه وقتله. وبعدها قال له انه وعد مانا انه ياخد باله من اخوه رقم 14، وقال له ان مانا ده اسمه بالكامل مانا وولكر، يعني يبقى اخوك. وفجاه اتهمه انه روح رقم 14 جواه، لكن كل الكلام ده كان غريب جدا، وقال له ازاي انا جوايا روح شخص هو مات فعلا. فقال له ان هو قبل ما يموت زرع فيك ذكرياته، واحنا قدرنا نعرف بسبب الاختبارات اللي بنعملها لك، واتضح انك عارف موسيقى تحريك التابوت بتاعت رقم 14، وده دليل على كلامه. فساله ازاي الذكريات دي وصلته، فقال له ان اكيد لما حاول رقم 14 انه يقتل الراجل النبيل اللي في عشيره نواه اكيد انت كنت جنبه، واكيد ساعتها هحول لك كل ذكرياته، وده الاحتمال الوحيد اللي ممكن يتصدق. ومن كتر تفكير ألين بدا يسرح في اللي بيقوله له، لكن كروس قرب منه وضربه وقال له انت لازم تركز معايا. وبعدين قرب منه وقال له للاسف انت حظك وحش، وقال له بمجرد ذكرياته ما تسيطر عليك هتتحول لرقم 14 وهتقتل شخص عزيز عليك. فساله ازاي ده هيحصل ومين اللي ممكن اقتله، لكن كروس قرر يسيبه ويمشي، وقال له اسال نفسك. وكل اللي حصل ده كان بيتسجل في اوضه القائد ليفلي، لكن ألين كان متضايق وعاوز يفهم قصده، لكن جنود فريق الغربان كانوا مانعينه انه يقرب منه. وكمان بيقول له كروس انه لازم يخرج دلوقتي من الاوضه، لكن ألين بيقرر يهجم عليه وبيضربه بكره صفرا. فبيتعصب كروس وبيرجع عشان يسمعه، فقال له انا لما انضميت للمنظمه دي اتعهدت ان عمري ما هقف عن شغلي، وكان عهدي ده لمانا مش لرقم 14. وبعدها بيخرج ألين وبيروح لكندا، ولما بيتسأل ايه اللي حصل في وشه قال لها ان كروس ضربه. وبعدها بنروح للقائد ليفلي واللي بيتناقش مع المساعد بتاعه على موضوع ألين، خصوصا بعد التسجيل اللي اتخانق فيه مع كروس وكمان شتمه. لكن المساعد بتاعه قال له ان حتى لو رقم 14 قدر يسيطر على ألين فهيكون هدفه انه يقتل ميلونيوم، وده نفس الهدف بتاعنا. لكن القائد ليفلي قال له مش شرط اشتراكنا في نفس الهدف يمنعنا ان احنا نقول عليه خطير. وبيكون لافي سامع كل حاجه، وبيقول ان من النهارده مش هينفع اي حد يقف في صف ألين مره تانية. وبعدها بيخرج ليفلي وبيشكر قائد فريق الغربان واللي بيكون اسمه هوارد لينك، وبيشكره على مراقبته ليهم وقت الاجتماع. فقال له على اللي حصل من ألين، وانه لما حدف حيوانه الحجري في كروس حسيت كانه حط حاجه فيه، فقال له لازم تراقبهم هما الاثنين، ولو في اي حاجه غريبه لازم تقول لي. وبعدها بنروح لكروس واللي بيكون قاعد في اوضته وبيسمع الباب بيخبط، فبياخد المسدس على طول وبيروح عشان يشوف مين، لكن بعد شويه بيظهر وهو مقتول جنب الشباك.
ومسدسه مرمي على الارض. وبعدها بشويه بنروح لحراس اوضه الرئيس كروس واللي كانوا نايمين ساعتها. واول ما واحد بيصحى بيكون خايف جدا وبيسال زميله انا نمت ازاي، وكان خايف على الرئيس كروس وفضل يخبط على الباب وفضل يستأذن انه يدخل، لكن لما دخل اتفاجئ انه مقتول. فبيقول لزميله يروح بسرعه ينده للقائد ليفلي. وبعد شويه بنشوف تيم واللي بيكون ده الحيوان الحجري بتاع الين بيتحرك وبيروح ناحيه دم كروس، وبيروح وراه الين وبيتخض لما بيعرف ان ده دم كروس، لكن جثته ما بتبقاش موجوده. وبعدها بيفتكر الين وصيه مانا لما قال له انه بلاش يسمح لتيم انه يتحرك لوحده وانه ما يخلوش يعمل اللي هو عاوزه، لان دي طريقه رقم 14 واللي واضح انها بدات تسيطر عليك. وبعدها بيروح يقابل القائد ليفلي واللي قالوا ان هم قالوا لكل اللي موجودين في الفرع ان كروس دلوقتي في مهمه سريه ومرضيش يقول ان تم اغتياله، وخصوصا ان جثته ما كانتش موجوده. وبعدين بيسالوا اذا كانت قوه رقم 14 سيطرت عليه وقتل كروس، لكن الين اتعصب وساله هو كمان اذا كان هو اللي عمل كده ولا لا، وقفل الباب بعصبيه وخرج. وبعدين المساعد بتاعه ساله اذا كان فعلا هو اللي عمل كده ولا لا، لكن ليفلي قال له انه ما اداش امر بقتله، بس غالبا حد من المنطقه المركزيه هو اللي عمل كده من غير ما يرجع له. وبعدها بنروح لواحد بيطلب المساعده من المنظمه، عايزهم يقبضوا على حرامي مشهور باسم اللص الشبح، وكمان بيطلق عليه اسم كايتوجي، ومواصفاته بيكون لابس لبس غريب ومش باين اي شيء من وشه، وبيبعت للمكان اللي هيسرقه قبلها بيوم. واخر حاجه بعتها كان لمتحف لوفري، المتحف الشهير اللي موجود في فرنسا، وقال في الرساله انه هيسرق التاج الملكي. ويوم العمليه كان واقف كابتن جالمر ومجموعه من الحرس كلهم واقفين جنب التاج، واتفاجئوا ساعتها ان كايتو ظهر وسرق التاج وكسر الازاز وكمان هرب. هو كان ناقص يقعد يشرب شاي، وكل ده وهو بيضحك وبيجري، لكن بيظهر كندا وبيوقعه على الارض وبياخد التاج وبيقول له اخيرا اتقبض عليك. ولما بيرجع التاج للكابتن جالمر وبياخد كايتو وماشي، اتفاجئ بان القناع بتاعه اتفتح وظهر شخص كان باين عليه انه كان متخدر، وبيظهر كايتو فوق المبنى وهو بيضحك. انا برضه قلت ازاي واحد بالمواصفات دي يطلع غبي كده، وبيقول لهم فعلا مش بالسهوله دي، وبيكون معاه التاج في ايده. لكن برضه بيظهر الين وبيهجم عليه وبيكون معاه لينك وبيقربوا منه وبيقولوا له انه كده وقع خلاص، لكن كايتو بيرمي التاج وساعتها بيجري الين عشان يلحقه، لكن بمجرد ما بيمسكه بيتفاجئ ان كايتو قدر يسيطر على جسم لينك وكمان بدأ يهاجمه، لكن كندا بدأ يتدخل معاه وقدروا هما الاتنين يضربوه لحد ما طعنوا الين بالسيف. وفي الوقت ده كان كايتو بدأ ينهار ويعيط واختفى من جسم لينك، وبنعرف ان سيف الين ده ما بيأذيش البشر، وكمان كايتو ملوش جسم مادي عشان يقدروا يقبضوا عليه، وبنكتشف انه فعلا شبح، لكن كانوا عاملين حسابهم، وماري كان عامل خاصيه لتتبع صدى الصوت وده عشان يقدروا يقبضوا عليه. وبعدها بنروح لدار ايتام وبيكون هناك طفل اسمه تيموسي، عيل بريء كده وغلبان ونايم فوق السطح، وبتيجي واحده اسمها ايميليا وبتحاول تقنعه انه لازم يذاكر، لكن بدأ يجري منها عشان مش عاوز يذاكر اي حاجه. وفي نفس الوقت ده بيكون ماري والين راحوا لنفس دار الايتام لان صدى الصوت وقف عندها، وفي اللحظه دي سمعوا صوت جوه، ولما قرب الين من الباب خرج تيموسي بسرعه والاتنين خبطوا في بعض واتعوروا، وبدأ الين هو اللي يعيط وتيموسي مغمى عليه، فخدوه لجوه وقالوا للمربيه على كل حاجه، وان تيموسي بيقدر يتحكم في الناس بدماغه، وهو اللي كان ورا محاوله سرقه التاج من متحف لوفري. وسالوها عن اهله وكمان عن العلامه الزرقاء اللي في دماغه، فقالت لهم ان السؤالين اجابتهم شبه بعض، وهي ان ابوه كان حرامي وقدر كابتن جالمر يقبض عليه، لكن قبل العمليه دي الشرطه كانت هتقبض عليهم، فابوه خلاه يبلع كل الحاجات اللي سرقها وهي السبب في العلامه دي. فقالوا لها ان هم شاكين ان الماده دي تكون انوسينس ولازم نكشف عليه، فسالوهم ولو طلعت هي هتعملوا ايه، فقالوا لها في الحاله دي لازم ناخده معانا للمنظمه وساعتها هيبقى مشعوذ، لكن تيموسي رفض وقال له انه مش هيمشي من هنا غير على جثته. لكن في اللحظه دي بتظهر حشره على حافه المبنى، وبعدها حصل انفجار كبير في المبنى وبدا يهجم عليهم اكوما من المستوى الرابع، وبيسال تيموسي ليه الاكوما بتهجم عليهم، فقال له لان ممكن تكون العلامه الزرقاء اللي في وشك دي عباره عن انوسينس، ودي ماده بنقدر نهزم بيها الاكوما، وعشان كده الاكوما ده بيحاول يمنعنا ان احنا ناخدك معانا. وفي الوقت ده بدا الين وماري ان هم يواجهوا الاكوما، ولينك بدا ينقلهم كلهم تحت علشان يستخبوا في بدرون المبنى، لكن فجاه شافوا كل الاطفال والمربيه متخشبين وواقعين على الارض، ولما حاول تيموسي يقرب منهم اكتشف ان في اكوما وقدر يمسكه وقال له انا اكوما من المستوى الثاني واسمي دارك ماتر، ولو بصيت لاي حد لمده 6 ثواني هيتصلب. فكان لينك مستخبي عشان لو قرر يهجم عليه هيتصلب هو كمان، فاستنى لما لف ظهره وقرر يهجم عليه، لكن اتفاجئ ان في 2 اكوما تانيين من المستوى الثالث وهجموا عليه وضربوه، فسمع الين الصوت وعرف ان في منهم تاني جوه المبنى، ولما قرر يرجع لهم قرر اكوما انه ينتهز الفرصه وحول ايده لمدفع رشاش وضربه بيه، وفي نفس الوقت بيهجم لينك بكل قوته على الاكوما، لكن للاسف انقذ تيموسي وقعه من ايد دارك ماتر، لكن هو نفسه اتصلب وبقى زي اللعبه، ورجعوا خطفوا تيموسي تاني واللي فضل يعيط.
خصوصا بعد ما الاكوما ضربوا لينك ووقعوه على الارض ومن غير اي مقاومه منه، وفضل يعيط بطريقه هستيريه. وبعد ما بيكون شايف ان كل حياته اتدمرت وكل اهله اللي يعرفهم في دار الايتام اتحولوا لدمى، بيقولوا انه ما كانش عاوز كل ده يحصل. وبيبدا يحكي سبب السرقه اللي كان بيعملها، وهي انه سمع مديره الدار وهي بتتكلم مع المساعدين بتوعها وان في احتمال ان الدار تتقفل، وده لان مفيش اي سيوله ماليه تساعدهم. وفي نفس الوقت ده بدا تيموسي انه يحس بقوته الجديده، وبدا يفكر ازاي يستخدمها عشان يساعد المديره وكمان يساعد اخواته اللي عايشين في الدار. وبدا يحاول يسرق اي حاجه ياخد من وراها فلوس، وده عشان يبعتهم تبرع من انسان مجهول للمديره، وده عشان يحافظ ان دار الايتام ما تتقفلش، لانه مش عاوز ان كلهم يبعدوا عن بعض. لكن بدل ما كل ده بيحصل كلهم بيتحولوا لدمى، وكمان الدار نفسها بتتدمر. وبيقرب منه الحيوان الحجري وبيقول له انه هيحاول ينقذه، لكن بيقول له انتم كمان عاوزين تاخدوني المكان غير هنا، فده ما تسميهوش انقاذ. وبيفضل يسال نفسه ليه كل الناس دي بيدوروا عليا، ليه كل الناس دي عايزه تاخدني، وده عشان ما بيكونش مدرك قدره انوسنس اللي في دماغه. وبعدها بيتفاجئ بايميليا وهي بتظهر فجاه ومعاها مسدس وبتبدا تضرب عليهم نار، وبتقول لهم ان هم لازم يسيبوه. لكن بيحاول تيموسي انه يخليها تهرب بسرعه ومش عايزها تقف قدامهم عشان هيقتلوها، لكنها ما بترضاش تتحرك وبتفضل تضرب عليهم نار لحد ما واحد فيهم بيقرب منها وطبعا عايز يقتلها. وفي الوقت ده بيتعصب جدا لدرجه ان حجر انوسنس اللي في راسه بيبدا يتنشط، وكمان بيبدا يتنشط بالقوه القصوى لدرجه انه بيقدر يخرج منها جسمه بالكامل، وبيدخل جوه جسم اكوما من المستوى الثاني وبيسيطر على جسمه وبيبدا يدافع عنها. وبعد كده بياخدها وبيخرج بسرعه من الدار، وبيكون معاهم لينك لكن متحجر ومش قادر يتحرك. وفي اللحظه دي بيبدا يظهر روح اسمها تسوكيكا مي. تسوكيكا مي ما علينا، مش عارف انا نطقت الاسم ازاي اصلا من اول مره والله. واللي بيقول لتيموسي انه منشق من حجر انوسنس عشان يساعده، وبيقول له انه خد الشكل اللي هو شايفه ده من دماغه عشان يقدر يتكلم معاه، وبيقول له ان مفيش حد يقدر يشوفني ولا يسمعني غيرك. وبعدها خرج الاكوما وبداوا يواجهوه، لكن كان قادر يقف قدامهم وبيستخدم قوه الاكوما وبيهاجمهم بكل قوته. ولما الين وكندا وماري شافوه فكروا ان الاكوما بيواجهوا بعض، لكن فجاه الين بيلاقي القلم وجسم تيموسي واقع عليه وفاقد للوعي. وعرفته ايميليا باللي تيموسي عمله، لكن لسوء حظه انه قدر يستحوذ على جسم اكوما من المستوى الثاني، وعشان كده واحد منهم من المستوى الثالث قدروا انه يهزمه. فقرر انه يسيب جسمه ويحاول يسيطر على واحد منهم، واحد من المستوى الثالث، لكن في كل مره بيحاول ما بيقدرش يدخل جسمه. وبيقول له تسوكيكا ان قدرتهم حاليا ان هم يقدروا يسيطروا على اكوما من المستوى الثاني بس، وكان عاوز يرجع لجسم الاكوما اللي من المستوى الثاني مره ثانيه. لكن تسوكيكا قال له انا ما ينفعش ارجع لجسم انت لسه خارج منه من شويه، وان حاليا جسم الاكوما ده هيبدا يتحلل. فقرر ساعتها انه لازم يرجع جسمه بسرعه، لكن الاكوما اللي من المستوى الثالث بدا يهاجمه قبل ما يرجع لجسمه. لكن لحسن الحظ ظهر لينك وصد الضربه، وقال له ان بسبب تحلل جسم الاكوما بدا جسمه يرجع لطبيعته مره ثانيه. وفضل الاكوما اللي من المستوى الثالث عمال يهجم عليهم، لكن لينك كان عامل جدار حمايه قصاده. وفي نفس الوقت بيكون وصل ريفري ومعاه مجموعه من فريق الغربان، وده عشان وصل لهم بلاغ ان قوه انوسنس موجوده في دار الايتام، لكن بيتفاجئوا ان باب الدار عليه حاجز سحري ومش هيقدروا يدخلوا. لكن قرر مداره انه يوصل لحد الباب وعمل بوابه سحريه وعدى منها بكل سهوله. وفي نفس الوقت ده بيكون الاكوما اللي من المستوى الرابع بدا يعمل موجات صوتيه، موجات قويه جدا لدرجه انها خلت تيموسي يغمى عليه وجدار لينك ينهار. وقبل ما يقتل لينك ظهر مدار وصد الضربه، وكمان استخدم قوته السحريه عشان يبدا يسحب الاكوما كلهم لبوابه الجحيم اللي عملها. وما بيكونش الاكوما اللي من المستوى الرابع مصدق اللي شايفه، لكنهم قالوا له ان دي تقنيه جديده للبشر وبتخليهم يقدروا يهزموا الاكوما بكل سهوله. وبالرغم من كل ده ما حاولش الاكوما انه يستسلم ابدا، وبدا يهاجم كندا والين، لكن الين بكل مهاره قدروا انه يحرك السيف بتاعه من غير ما يلمسه وخلاه يطعن الاكوما. لكن في الوقت ده قرر الاكوما انه يعذب الين معاه ويقتله، لكن على طول كندا قرب منه وقتله. وبعد كده بيطلعوا فوق السطح وبيلاقوا الحشره السحريه واللي كانت سبب في الجدار السحري، ولقوا منها 4، واحده في كل ركن من اركان المبنى. ولما دمروهم اختفى الحاجز من على المبنى. طب كده تكون انتهت المعركه اللي بينهم، لكن باقي فريق الاكوما عملوا اجتماع، وده عشان يعرفوا ايه سبب اللي حصل، لان الحاجز اللي كانوا عاملينه مستحيل اي حد يقدر يعدي منه، الاكوما بس اللي يعرفوا يعدوا، فازاي حد منهم قدر يدخل ويقتلهم كمان؟ وبيقولوا ان هم لازم يبلغوا الزعيم بتاعهم، لان كده اكيد البشر عملوا حاجه هم مش عارفينها. وبترجع مديره الدار لحالتها الطبيعيه، وكل اخواته اللي كانوا موجودين في المبنى رجعوا لطبيعتهم، وده طبعا بعد حاله التخشب اللي كانوا فيها. وبعدها لما بيشوف تيموسي دار الايتام وهي متدمره بيقول للمنظمه السوداء انه هينضم ليهم وهيساعدهم في قتل الاكوما، لكن بشرط وانهم يدفعوا له عشان يصلح دار الايتام. وبعد ما بينضم ليهم وبيعرف الرئيس كميه الفلوس اللي هيدفعها عشان ينضم معاهم، وانه مضطر يدفع حق 38 عمليه سرقه من اللي هو عملهم، ده غير كمان انه لازم يوفر مكان جديد للناس اللي عايشه في الدار، ده غير كمان التعويضات اللي هيدفعها للناس اللي سيطر عليهم من غير اذنهم. الراجل كده شكله هيجي له جلطه. وبعدها بيقابل تيموسي مديره الدار بتاعه وبيقول لها انه خد منهم هدوم جديده وباين عليها انها غاليه، وانه كمان بياكل كل اللي نفسه فيه، والمكان كمان عندهم نضيف جدا. فقالت له ان هم قالوا انها هتتنقل مع الاطفال
دار ايتام موجود في لندن، فقال لها انه عارف، وبيقول لها ان المكان الجديد ده هيكون امان اكتر. ولما بيسمعوا ألين بيقول للينك انه بيفكروا بنفسه وهو صغير، والمديره بتفكره بمانا، وبيقول انه تقريبا عدى بنفس الحياه اللي هو عاشها زمان. وتاني يوم بيصحى ألين وهو نايم على السرير، وبيكون باين عليه انه تعبان، وبتكون لينا ليه نايم على السرير اللي جنبه، وبيحلم ألين انه في معركه والمكان اللي حواليه متدمر، وان كمان في سيف مخترق جسمه. ووقت ما كان في الموقف ده ظهر له مانا وساعده، وهربوا هما الاتنين من المكان بسرعه. ولما بيفوق بتكون مبسوطه انه كويس، لكن كانت نظراته غريبه كانه شخص تاني. وكمان سالها انت بتعملي ايه هنا ونايمه على السرير ده ليه؟ فقالت له انها جت تطمن عليه، وده بعد ما خلصت مهمتها فجت تعبانه ونامت. وفي الوقت ده بيظهر لينك بره الاوضه، لكن بيكون متعصب وبيقول لهم ما ينفعش انتم الاتنين تكونوا في اوضه لوحدكم. وبعدها بنروح لمعمل الطلبه، واللي كل كلامهم عن اللص الشبح اللي اتقبض عليه، واللي كان بيعمل عمليات سرقه من غير ما حد ياخد باله. وبنشوف كندا بيروح للرئيس وبيساله هيعملوا ايه مع اللص الشبح ده، فقال له انهم هيضموه للاكاديميه عشان يكون مشعوذ. وما بيكونش كندا فاهم ازاي هيسمحوا له يتعلم وهو حرامي، لكن الرئيس كان شايف انهم هيستفادوا من مهاراته. وبعدين بيشكر كندا على كل اللي عمله في اخر فتره، لكن كندا بيخرج وهو متعصب جدا. وبعدها بشويه بتدخل للرئيس واحده اسمها ريني، واللي بتكون رئيسه فرع امريكا الشماليه، وبتكون زيارتها دي مهمه جدا على الرغم برضه من انها مفاجاه ليهم. فبتدخل وبتسلم عليهم خصوصا تشان، واللي كان مستغرب اللي جابها الفرع ده من غير سابق انذار. وبعدين بيكون ألين بيتدرب مع واحد اسمه ماري، وبيتكلموا هما الاتنين عن طرق التخلص من الاكوما، عايزين طريقه غير طريقه سلاح البراءه. لكن ماري ما بيكونش عنده اي فكره، وبيكون ألين حاسس بالذنب لانهم بيقتلوا الاكوما. لكن ماري بيقول له ان دي حاجه غريبه، لان الاكوما دول الرحمه ليهم انهم يموتوا، وده طبعا بعد ما صنعهم ميلونيوم ايرل. لكن ألين قال له ان الراجل اللي كان لابس احمر في اخر معركه كان حاسس انه بشري ومتنكر في زي اكوما. فقال له ماري ان الارواح البشريه اللي استخدمها ميلونيوم عشان يعمل الاكوما ما بتكونش بنفس اهميه الروح البشريه، وقال له انه ما يشغلش باله بيهم. وبعدها بيرجعوا يكملوا قتال، وفجاه بيضربوا ماري ناحيه واحد من الجنود اللي واقفين. لكن فجاه لما ايدهم بتلمس بعض بيحصل شرار، والشخص ده بيكون اسمه غوشي، وبيضرب ألين في الحيطه. وبيكون الكل مستغرب من اللي حصل، وبنعرف ان غوشي عمل كده كرد فعل على البراءه لما لمست ايده. وكان ألين متفاجئ ان الشخص ده اكوما، وبيتدخل هارود لينك وبيسال غوشي انت عملت كده ليه؟ لكن واحد من فريقه اعتذر لهم وقال لهم انهم هاجين بين اكوما والبشر، لكن تم تعديل جيناتهم وراثيا، وعشان كده جسمهم بيرفض سلاح البراءه. وبيكون هو ده نفس الموضوع اللي ريني جايه تقوله للرئيس، واللي كان مستغرب ان ازاي حاجه زي دي ممكن تحصل، خصوصا ان بيضه اكوما اللي عملها ميلونيوم تم تدميرها عن طريق فريق ألين وكندا. وقال لها اكيد القائد ليفلي هو اللي ورا كل ده، وسالها هو بيفكر في ايه، ولا نسي الكارثه اللي حصلت من 9 سنين، ولا انت اللي بتعملي كده وعاوزه تعيدي نفس الكارثه. لكنها قالت له ان اخر مره اكوما هجمت المقر بتاعهم قتلت عدد كبير من البشر، وعشان نقدر نواجههم لازم نضحي. وقالت له ان معاها 5 متعدلين جينيا، وهم توكوسا وغوشي وكير وتويا وكمان مراد. وبتقول له ان هم من نتائج فرع امريكا الشماليه، واللي هيكونوا بمثابه جيل ثالث للبشر. وبعدها بيكون في شخص في الشارع راسه عماله توجعه، وبيكون عمال يصرخ، وكان في 2 من الشرطه شايفينه، واول لما وقع على الارض راحوا له، لكن ساعتها اتفاجئوا انه ب5 عيون، وقبل ما يهربوا قدرت قوه ال5 عيون انها تاثر عليهم وتقتلهم. وبعدها بيقول انه بقاله اكتر من 35 سنه محبوس، واخيرا خرج للعالم مره تانية. وبعدها عمل تعويذه وسحب الاتنين اللي من الشرطه دول للارض لحد ما اختفوا. وبعدها بيظهر ان الشخص ده واحد من فريق النواه، واللي بيتكونوا من 14 شخص، واللي بداوا يتجمعوا من تاني. وبيكون المبعوث التاني اسمه تريد، والتالت اسمه جويد، والرابع اسمه ديسيراس، والخامس فيدرا، والسادس ميريسيما، والثامن راسرا، والتاسع رود. كلهم بيتجمعوا وبيقولوا لبعض اخيرا اتجمعنا. وبكده بيرجع فريق ميلونيوم مره تانية للحياه، وبيبداوا في صنع كائنات اكوما مره تانية، وبيعملوا هجوم كبير على البشر، وفريق ألين بيبداوا يواجهوهم. لكن في الوقت ده واحد من ال5 المعدلين جينيا هجموا عليهم وخلوهم يختفوا كلهم من على الارض، وقال لهم ان دي بوابه للجحيم. وبعد ما اختفوا ظهرت ارواحهم لألين، وساعتها كانوا بيقولوا له انقذنا. وبيبدا المتعدل جينيا يشكر في نفسه وان عنده قوه كبيره وهيساعدوهم في حرب الاكوما. لكن فجاه بيظهر فريق نواه حواليهم وبيقطعوا ايده، وبيكونوا في وضع صعب جدا. لكن ألين بيتدخل وبيقدر ياخده ويهرب. لكن توكوسا بيكون متضايق لانهم ازاي يهربوا من قدامهم، وان المفروض كان يواجههم. لكن ألين كان اللي فارق معاه سلامته وانهم ما يقتلوهوش. وبعد دقايق بدا جسمه يلتئم لوحده مره تانية، لكن وقفت قوته. فقرر صديقه مدارا انه يمتص قوته، وما بقاش ألين مصدق اللي هيعمله، وقال له انت ازاي هتعمل كده في زميلك؟ فقال له انه لازم يمتص منه قوه الاكوما عشان جيلهم ما يضيعش، ولازم يورثوه لبعض. وكان بيحاول ألين انه يمنعهم، لكن توكوسا قال له انت مش فاهم
حاجه، وانت ما تعرفش احنا قد ايه عاوزين ننقذ العالم، وامنيتي الاخيره ان مدارا يمتصني واكون جزء منه عشان السلاله تفضل عايشه. وقال له انا عندي اموت على ايد زميلي احسن ما اموت على ايد الاكوما. لكن فجاه بيظهر واحد منهم من وراه وبيقتله. وبعدين بنروح لكندا واللي بيظهر له واحد من فريق النواه وبيقول له احنا محتاجين عقلك معانا، وبيهجم عليه. وبعدها بنروح لمجموعه اطباء في الفرع الطبي وبيكون قدامهم جسم واحد اسمه ألما، وبيقول ريفر قائد الفرع الجوني انه يحاول يقرب من ألما ويفحصه، وقال له انه جسمه عليه ندبات كتير لكن جسمه قدر ينجح في الاندماج الكامل مع نواه بيضة الاكوما. وبنعرف هنا ان محاوله البشر في دمج اجسامهم مع نواه بيض الاكوما ما كانتش بتحصل في الفتره الاخيره، لحد ما عيله شانغ وعيله اباساتاين عملوا التجارب الفاشله دي من 9 سنين، وتسببت ان ألما فقد السيطره على نفسه وبدا يهاجمهم وقتل منهم 46 شخص وكلهم كانوا من الفريق الطبي. وبعدها بيدخل واحد اسمه زو سينسي وبيكون متاثر وما يعرفش ان ألما لسه عايش لحد دلوقتي وكان مفكره ميت، لكن بيقولوا له ان هم خبوا عليه ان هم هيعملوا على جسمه تجارب وده بس عشان ما يتضايقش. وبنعرف ان اللي عمل في ألما كده هو كندا، وده بعد ما كان فاقد السيطره على نفسه ومش عارفين يتحكموا فيه. وفي الوقت ده بيبدا جوني يتعب بسبب منظر جسم ألما وما كانش عارف هو ايه دوره في الفرع الطبي وحاسس ان شغله ملهوش قيمه. لكن قبل ما يقول له ريفر هو جابه هنا ليه سمعوا اصوات جرس الانذار، وفي الوقت ده بيجري جوني لحد ما بيقع على الارض وبيفتكر اللي حصل قبل 9 سنين واللي كان مأساة وكأنه بيتكرر تاني. لكن القائد جاله وقال له لازم نتحرك عشان ما نموتش هنا. وفي نفس الوقت اللي كانوا بيجروا فيه بدأ حد يتحكم فيهم وبقى مسيطر على جسمهم بالكامل حتى انهم مش قادرين يتكلموا، وبدأ يوجههم لمكان عكس مكان الخروج. واول ما بيوصلوا بيتفاجئوا ان اللي عمل كل ده هو ميلونيوم، وبيشوف القائد كأنه تحضير لاعدامهم وبيرحب بيهم ميلونيوم وبيقول لهم ان دي حفلة بسيطة يقدروا يستخدموا فيها كندا عشان يدمجوه مع جسم ألما، وبيقول لهم ان احنا هندمركم عن طريق السلاح اللي انتوا اخترعتوه. لكن واحد منهم بيقول له ان لسه العدد ما اكتملش وان لسه في ناس تانية على وصول. لكن فجأة بيظهر لهم ألين عن طريق بوابة سحرية وبدأ يهاجمهم، واللي كان في نفس الوقت بيكون لينك واقف من بره بيراقب الوضع، وبتكون في واحدة فاقدة الوعي ولما بتفوق بتقول له انها حلمت حلم غريب وهو ان ألين قتل مدارا وتوكوسا وانها لازم تروح تنقذهم. لكن لينك قال لها انه بيراقب ألين وفي نفس الوقت لازم تكون هي كمان تحت عينه. وبنرجع تاني لألين واللي ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل في المكان وايه كمية الرهاين اللي قدروا ياخدوها دي، وكمان بيتفاجئ لما بيلاقي توكوسا كمان موجود. ولما سألهم عن مدارا قالوا له انه حاليا بيواجه مارشم، وواحد من فريق نواه بيقول له احنا جايين هنا مخصوص عشان ناخدك معانا لانك ما ينفعش ترجع النقابة تاني. وفي الوقت ده بدأ ميلونيوم يتحرك ويوقع ألين على الارض وبيقول له انت مش نسخة من رقم 14، انت رقم 14 نفسه. وبدأ الكل يستغرب ازاي عرف معلومة زي دي. لكن في الوقت ده بدأ ألين صوته يتغير وبيقول لميلونيوم انه فعلا رقم 14 وان خطته انه يرجع تاني ويقتله، وده عشان يكون هو قائد فريق نواه. وكل اللي موجودين ما بيكونوش مصدقين اللي سامعينه. وفي الوقت ده بدأ مع ألين مرة تانية لكن المرة دي بيكون تعبان ومش قادر حتى ياخد نفسه وجسمه كمان بدأ يحصل فيه تشنجات، وبدأ يقول منه ألين وولكر وانه طارد الشياطين وانه رفض يكون شخص تاني حتى لو هيكلفوا الموضوع ده حياته. وهجم على ميلونيوم وضربه في راسه. وفي نفس الوقت ده قدر كندا انه يتحرك وقدر ألين انه ياخد توكوسا ويحاول يهرب، لكنهم قفلوا عليهم الطريق وسدوه عشان ما يقدروش يهربوا وقالوا له احنا قلنا لك مش هترجع النقابة تاني. وخرجوا جسم ألما وبتقول ألدينا بتاعت ويزلي لكندا ايه انت مش فاكر ألما ولا ايه؟ فقال لها لا لانه ما يعرفش مين ده. فقالت له ده اول شخص اتزرع فيه بيضة الاكوما، لكنه قال لها انه مات من 9 سنين. فقالت له انه ما ماتش وان النقابة كانت بتعمل عليه ابحاث من 9 سنين لكن من غير ما حد يعرف. فاتضايق منها ودمرها بايده، لكنها برضه لسه عمالة تتكلم لحد ما حاول ألين انه يتدخل ويهديه وبيقول له ما تخليهمش يستفزوك. لكن في الوقت ده ظهر ويزلي وقال له احنا هنا عشان نستخدم عقلك ونصحي ألما، وبدأ يرمي عليهم التعويذ. وبعدها بيتوه ألين وكندا في عقلهم وبيكون ألين مش عارف هو فين ولا ايه اللي بيحصل، وبيشوف كندا وجسمه صغير ودكتور اسمه ايديجار بيحاول يساعده، لكن في الحقيقة بيكون تحت تأثير تعويذة ويزلي وهو اللي قاصد يرجعهم 9 سنين لورا، وده عشان يقدر يتحكم في عقلهم ويخلوهم يقدروا يرجعوا الحياة مرة تانية لألما. واللي بدأ يظهر على راسه سهم أحمر وبيحاول صاحبنا ده انه يترجى ويزلي عشان يوقف اللي بيعمله، لكن ويزلي قال له انه ما عندوش اي عاطفة ناحيتهم ومستحيل يرجع في اللي بدأ فيه. وبعدها بنرجع مرة تانية وبنشوف كندا وهو بيتخانق مع ألما وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بتتدخل واحدة اسمها توي وبتوقف الخناقة وبياخدوهم لأوضة الكشف، وبيكون جسمهم قدر يتعافى بسرعة. وبيجي واحد وبيقول لألما انت تصرفاتك في الفترة الأخيرة غريبة والمفروض تحترم كندا أكتر لأن انتم الاتنين طاردين أرواح والمفروض تنقذوا البشرية سوا. لكن كندا ما كانش بيحب يتكلم معاه وده اللي بيخليهم يتخانقوا سوا لأن ألما بيكون حابب انه يفضل مع كندا دايما. وبعدها بيكون
الطبيب ايديجار واقف مع كندا وبيوري له الدوائر اللي في المعمل اللي اتولدوا فيها هو والما، وبيفهمه الفرق بين ولادته وولاده البشر، لحد ما بتيجي المساعده بتاعت الدكتور وبتبلغه انها مش لاقيه الما. لكن بعد دقيقه بيشوفوا الما واقف مستخبي ورا العمود، وده عشان يكون مع كندا، وبيطلب منهم انه ينضم ليهم. لكن كندا ما بيكونش حابب ده وبيسيب المكان وبيجري، وبيفضل الما يعيط بسبب انه مش عاوز يقف معاه، وبيطلب منه الطبيب ايديجار انه يكون لطيف معاه شويه. لكن كندا بيكون شايف ان الما شخص خطير. وبعدين بنروح للتجارب اللي كانت بتحصل عليهم في المعمل، وكانوا بيعرضوهم لتجارب صعبه جدا كانت بتدمر جسمهم، وبيفضلوا قاعدين مستنيين جسمهم وهو بيحاول يتجدد. بس كل ده كان بيحصل في ثواني معدوده، وبيفضلوا يضغطوا عليهم اكتر لدرجه ان هم كانوا ممكن يخاطروا بحياتهم، وده بس في سبيل ان هم يجربوا حاجات جديده، وبيكونوا شايفين ان دول امل البشريه في المستقبل. ولما بيرجع كندا عند الدوائر مره تانية بيشوف خيال بنت، ولما بيحاول يقرب منها بيقع في دايره منهم، وبيجي الما وبيخرجوا منها وبيسالوا انت ازاي وقعت هنا، فقال له انه كان شايف بنت لكنها اختفت، فقال له ان هو كمان ساعات بيشوفها وانها بنت جميله اسمها فور، وبتظهر بس وقت ما بيكون حد بيعيط. اكيد انت كنت بتعيط انت كمان. لكن كندا ما كانش بيحب يبان ضعيف، وبدا يتخانق معاه ويضربوا بعض. لكن ساعتها جسمهم كان ضعيف بسبب التجارب اللي بتحصل عليهم، لحد ما وقعوا هما الاتنين على الارض وبيكون حواليهم دم كتير، لكن بيفضلوا يهزروا ويضحكوا لحد ما جسمهم بيبدا يتعافى مره تانية، وبداوا يكونوا كويسين مع بعض شويه. لكن بدا كندا انه يشوف خيال البنت مره تانية وعماله تقول له ان هي هتستناه للابد، وما بيكونش فاهم هي قصدها على ايه. ولما بيوصل الكلام ده لقائد المنظمه فهم انه بدا في مرحله التخيلات، وللاسف هيفقد عقله بعد فتره من التجارب، وعشان هم عاملينهم عشان التجارب بس قرروا ان هم يدخلوه في ثبات. ولما بيسمع الما كل الكلام ده فبيقرر ان هو ينقذه، وقبل ما يدخل في عمليه الثبات بيدخل يضرب الدكاتره وبيشيله وبيهرب. لكن قبل ما يخرج من المكان ظهر فريق الغربان، وده عشان يرجعوهم للمعمل تاني. لكن في الوقت ده الما ضرب كندا وخرجه بره المعمل، وده عشان ينقذ حياته. وفريق الغربان ما قدرش يخرج يجيبه وقبضوا على الما بس. لكن بعدها لما بيهرب كندا بيلاقيه ماري، وبيشيل من ظهره الاداه الحاده بتاعت فريق الغربان واللي بيقدروا يوصلوا له ويقبضوا عليه. وبعدها بياخدوه للمعمل مره تانيه، وبيقولوا له ان هم ما بقوش محتاجينه في التجارب مره تانيه، وانهم هيدخلوه في ثبات عميق مش هيصحى منه تاني. وبداوا يكهربوه. لكن في الوقت ده كان الين واقف بيتفرج، وخلاص كان بدا يفقد اعصابه. لكن ظهرت بنت اسمها رود وحاولت تفهمه ان كل اللي بيحصل ده في ذكريات كندا، وانه خلاص حصل من 9 سنين، وان انت حاليا في الماضي. وبعدها بيتحولوا لمكان تاني وبيشوفوا الما، وبتقول له احنا دلوقتي خرجنا من ذكريات كندا ودخلنا ذكريات الما. وبيشوفوا الما وهو بيقرر انه ينزل دايره كندا، وده عشان ينقذه. وبيجي الطبيب ايديجار عشان يحاول يمنعه، لكن الما بيقول له انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا مجرد وحوش، وانه هيحاول لاخر لحظه انه ينقذه. وبيرمي نفسه في الدايره. واول ما نزل حاول ينقذ كندا عن طريق قوه انوسينس، لكن فريق الغربان هاجموه عن طريق تعويذ الريش الناري. وبسبب اللي حصل ده رجع الما يندمج مع الجسم الاساسي لطاردي الارواح واللي بيكونوا من الدرجه الثانيه. لكن لما الما نزل الدايره عشان يدور على كندا بيكتشف الاجسام الرئيسيه لطاردي الارواح من الدرجه الثانيه، وبدا جسمه يندمج معاهم. وفي نفس الوقت كندا بدا يدخل في حاله الثبات، وبعدين سابوه على السرير بتاعه ومشيوا. لكن وقتها كان عقله لسه شغال وعمال يتخيل بنت جميله في حقل زهور اللوتس، وما كانش قادر يفضل نايم من غير ما يشوفها. لكن بمجرد لما بيفوق بيبدا السرير يعمل له صدمات كهربائيه، صدمات ما بتخلوش يقدر يتحرك. لكن لانه لسه مصمم على الحياه ظهر سلاح لونه اخضر جنبه، وبيحاول على قد ما يقدر انه يمسكه، وده كاحتمال انه يكون قشه النجاه بالنسبه له. وبعدها بنروح لماري واللي كان مصاب في عينه، والمنظمه خدته عشان تعالجه. ولما بيقدر كندا ياخد السلاح الاخضر قدر يخرج من الاوضه، واول حاجه شافها كان ماري. وفي الوقت ده كان عمال يفكر هيعمل ايه، وبيفضل يسال نفسه اذا كان هيقتل كل الناس اللي موجودين في المنظمه ولا لا. والدكتور ايديجار كان بيجري مع الطاقم الطبي عشان يقدروا يوصلوا لغرفه العمليات، لكن بيكون الممر مسدود ومش عارفين يدخلوا. وبيقرب كندا من ماري وبيحاول يعرف هو مين، وبيكون شاكك ان هم بيكونوا بيعملوا عليه اختبارات. وده لما لقى جرح على راسه، ولما قرب ايده منه نزلت نقط من الدم على الجرح، وفي لحظات قدر الجرح بتاعه انه يختفي وفاق. ورغم ان ماري ما كانش قادر يشوف بسبب الجروح اللي في عينه، لكنه بيقدر يتعرف على كندا بسبب صوته، لان هو اللي انقذه وخرج الاداه الحاده من جسمه، وده لما كان وقع من الفرع. وبعدها بيكمل الدكتور ايديجار جري عشان يقدر يوصل لألما، وده بعد ما عرف انه قدر يندمج مع انوسينس، لكنه كان خايف عليه بسبب محاولاته انه ينقذ كندا. لكن اول ما بيوصل لدوائر المختبر وبيشوف ألما بيتخض من المنظر اللي هو شايفه. وبعدها بنروح لكندا واللي بيكون قرر انه يهرب ماري معاه، وبيقول له ماري انه اول مره يشوف طفل بالقوه دي، وكمان عنده اراده وعزيمه انه يساعد غيره. لكن في نفس الوقت بيفضل كندا يفتكر ألما، وحس قد ايه انه ما كانش لطيف معاه، ورجع ندم على كل اللي عمله وبدا يعيط.
وبيقول ان مش همه النقابه او الحرب، لكن المهم عنده انه يرجع ويكون مع ألمة مرة تانية. واول ما بيدخل المعمل وبيشوف ألمة بيكون فرحان، لكن فرحته دي بتختفي بعد لحظات، وده لما بيشوف كمية الجثث اللي موجودة حواليه وكمية الدم اللي في كل حتة. وسأله كندا ايه اللي عملته ده، فقال له انا بحبك لكن مضطر اقتلك. وفي اللحظة دي بدأ ألمة يفقد السيطرة على نفسه وبدأ يهاجمهم، وبيقول له ألمة انه كان طول الوقت قاعد عند الدواير بيحاول يكلمهم ومستنيهم يصحوا، لكن ما كانش عارف انهم مستحيل يصحوا اصلا، وان النقابة كانت بتضحك عليهم وبتستغلهم، وعشان كده قتل كل اللي فيها ومنهم حتى الدكتور إيديجار اللي كان بيساعده. وبيتكلم كندا مع ألمة وبيقول له انت بتعمل كده عشان قدرت تستعيد ذكرياتك القديمة لما جسمك اندمج مع الانوسينز، لكن ألمة ما كانش عاوز يسمع منه، وهجم كمان على ماري وبعدين قرب منه وحضنه، وبعدين ضربه ضربة من ظهره وتأسف له وقال له ان ده كان لازم يحصل. وبعدها حاول ألمة انه يموت نفسه، لكن جسمه كان بيتجدد دايما. وبعد دقايق بدأ جسم كندا يتجدد مرة تانية، فخد السلاح الأخضر وقرر انه يقتل ألمة، وقال له للأسف انا عايز اعيش عشان اشوف البنت اللي في احلامي. وفعلا قتله، وبتكون البنت اللي في احلامه دي بنت حقيقيه واسمها فور، وكانت شغاله مع النقابه. وبنروح لواحده من الدكاتره اسمها توي، واللي بتقول للفور انه لو حصل اي حاجه لازم ما تتدخلش ولا حتى تفكر تحميهم، وانها بس تحافظ على حياتها مش اكتر. وبعدين بتقول للواحده اسمها ريني انها لازم تختفي حالا، وده عشان تقدر تقول للاجيال الجايه ايه اللي حصل في المختبر. وبعدين بتخرجها وبتقفل الجدار، وبيكون ألم متضايق من كل الحاجات اللي هو بيشوفها، وبيقول ان دي ذكريات كندا والمفروض محدش يشوفها. كندا مش عاوز حد يعرف عنها حاجه، وبدا يتعصب لدرجه انه قدر يتحرك ويكسر التعويذه، وبيضرب كندا في وشه عشان يفوقه. وساعتها التعويذه بتنفصل فجاه وبتترد في ويزلي وبيفضل يتقلب، لكن الدميه بتاعته بتقول له اخيرا قدرت تفك التعويذه، لكن خلاص عملت كده بعد ما فات الاوان. وقصدها ان جسم ألمة بدا يصحى تاني. وبعدها سمع ميلونيوم وهو عمال يضحك وبيقول له انت اكيد شفت المأساة اللي عملتها النقابه، شفت كل اللي حصل من 9 سنين، وقالوا ان فرع امريكا الشماليه كله هيموت بسبب السلاح اللي عملوه. وبعدها بيبدا ألمة يفوق وبيكون حواليه هاله سودا ضخمه، وبيقول جوني انها بسبب الحقد اللي جواها من 9 سنين، وكمان بسبب كميه الماده السوداء اللي جواه واللي بسببها بيحصل انفجار كبير في الفرع. وبيكون لينك وتيراكو واقفين بره، وبعد الانفجار بتحس باحساس غريب قوي لدرجه انها بتقع على الارض. ولما بيسالها لينك ايه اللي حصل قالت له انها داخل بس مش اكتر، وبيتحركوا هما الاثنين ناحيه الفرع وده عشان يعرفوا ايه اللي حصل. وبعدها بينزل ألمة على الارض وبيشوف جثث البشر تحت رجله، وبيجي له ميلونيوم وبيقول له ان الحفله بدات، وبيقف قدامه تاني زي ما كان واقف من 9 سنين. وبعدها بنروح لألينو اللي بيتفاجئ ان ما فيهوش اي حاجه، وبيلاقي توسكا واقع على الارض، وبيعرف انه رمى تعويذه عليه عشان يحميه وقت الانفجار. وبيكون ألين حاسس بالعجز بسبب الناس اللي ماتت، كل الناس اللي ما قدرش يحميهم، وبيفضل يعيط. لكن توكوسا بيضربه وبيقول له انت مهمتك مش حمايه الناس، انت مهمتك انك تدمر الكائنات اللي بتسبب خطر للناس، ولازم تعرف ان اي حرب لازم يكون فيها خسائر من الارواح. وبعدها قال له انه رمى تعويذه حمايه على اغلبيه الناس اللي كانوا موجودين من النقابه، وهتلاقي قائد النقابه وجيمي واغلبيتهم بخير. فبيفرح ألين انهم ما ماتوش، لكن بيكون باين على توسكا انه تعبان جدا، باين عليه انه خلاص هيودع، وبيكون عاوز زميله مدارا يجي عشان يسحب قوته ويخليه يموت. وبعدها بنرجع لألمة واللي بيقول لكندا انهم اخيرا اتقابلوا تاني، وانه حاقد عليه من 9 سنين بعد اللي عملوا فيه، وبيقول له بسببك انا اتحولت لاكوما. فقال له كندا خلاص يبقى لازم اقتلك. لكن توكوسا بدات ذرات جسمه تتغير، وبالذات بعد انفجار ألمة، وبدات الخلايا تكون متوحشه وبتاكل في جسمه كله. وفي نفس الوقت بيبدا مدارا وتيراكو وباقي طاردين الارواح اللي من الدرجه الثانيه يحصل لهم نفس الكلام، وما بيكونوش عارفين ايه السبب، لحد اما واحد من الاكوما قال لهم ان خلاياكم كانت مصنوعه من بيضه اكوما اللي خارجه من روح ميلونيوم، لكن بعد ما تحول ألمة لاكوما التعويذه اتنقلت ليكم. وفي نفس الوقت ده بدا توكوسا يهاجمهم غصب عنه، وما بيكونش ألين قادر يضربه لانه خايف يقتله وما بقاش عارف يتصرف ازاي. وفي نفس الوقت بيكون في معركه اكبر بين ألمة وكندا، وفي وسط المدعكه دي بيعرض ميلونيوم عرض على ألين وانه هيسحب الماده السوداء من جسم ألمة ومن جسم طاردي الارواح، لكن ده مقابل انه يسيب النقابه ويروح معاهم، وساعتها هيكون مستعد انه يوقف المعركه دي كلها علشانه. لكن لما بيسمع ألمة اللي ميلونيوم بيقوله بيعترض، وبيقول له حتى لو سحبت الماده السوداء مش همشي من هنا غير لما اقتل كندا. وبدات معركه تانية بينهم كبيره، وما كانش حد منهم عايز يوقف الضرب، وكان كندا عمال يتخيل البنت اللي عاوز يوصل لها. فبيقرر في الاخر لما بيلاقي قوه ألمة كبيره جدا بيقرر انه يستخدم اسلوب غوغن، والكل بقى مستغرب من اللي كندا بيعمله، وبيقول لهم العجوز زو ان الاسلوب ده بياكل من روحه، وانه لو ما وقفش اكيد هيموت. وفي الوقت ده جيمي بيسال ميلونيوم عن السبب اللي مخليه عاوز ياخد ألين معاه، وحتى لو هو رقم 14، فسواء ده او ده الاثنين كانوا عاوزين يقتلوه. قال له عشان هو عاوز يكون جنب رقم 14 دايما. وفي الوقت ده كان قرب ألين يستسلم ويروح معاهم، لكن ظهرت فجاه فور، وهي البنت اللي كانت توي امرتها انها ما تدافعش عنهم من 9 سنين. وبعدين بيتدخل واحد من فريق نواه وضرب فور ووقعها على الارض،
وقال للالين يلا عشان نمشي، ما تخليش ميلونيوم يستنى كتير. فحاولت فور انها تخليه ما يروحش معاهم، فضربها على طول برشاقات سحريه، لكن اتفاجئ لما الين رجع ودافع عنها، وخلاص قرر انه مش هيروح معاهم، وقرر انه يكمل الحرب. لكن رجليه كانت مصابه، فجاء تودا واللي بيكون غلم سحري شبه السمكه وبيعالج رجله. لكن الغريب ان بعد كده قرر الين انه يدافع عن ألما وما يخليش كندا يقتله، وراح وقف في طريقه وحاول يهديه، لكن كندا رفض وضربهم هما الاثنين، وبعدين دخل سيفه في جسم ألما، لكن ألما قدر انه يقوم تاني وجسمه رجع يتجدد وبدا يضرب كندا، لكن الين قرب منه وخلاه يقف، لكن ألما مسكه وقال له انت مين اصلا، وكان لسه هيهجم على الين لكن فجاه بيقع على الارض وبتخرج الماده السوداء من صدره وما بيكونش قادر يتجدد تاني، وبيقول له ميلونيوم انت في الاول والاخر اكوما واحنا اللي هنقدر نتحكم فيك. وبدا جسم ألما يتعب اكتر وما كانش قادر يمشي، وعشان كده الين شاله. لكن المشكله ان كندا بيجي مره تانية وبيقول للالين انه يسلمه له عشان يقتله، لكن الين بيحاول يفكروا انهم كانوا صحاب، فليه عاوز يقتله؟ لكن كندا كان مصمم لدرجه انه بدا يهاجم الين وبيقول له ان انت السبب، لان فريق النواه كانوا عايزينك انت، وعشان كده قرروا ان هم يحولوا ألما لاكوما، وبقى شايف انه اصلا ما كانش ينفع يبقى معاهم في النقابه، وكمان انه خاين ليهم، وضرب الين بالسيف في بطنه وفضل مثبت السيف، وبدا جسم الين يتحول للون الازرق، وبعدها وقع على الارض، وبعد كده جسمه بدا يطلع لفوق وملامحه بدات تتغير، وبعدين سمعوا صوت ميلونيوم وهو بيضحك وبيشكر كندا انه ضرب الين بقوه انوسينس، لانها كانت السبب في ان رقم 14 اللي جوه الين يقدر يسعى ويسيطر على جسمه، وبيقول لهم ان دي كانت خطته من الاول. واخيرا وصل لنهايه الين وولكر، وبعدها بيظهر الين كانه مربوط على كرسي بالسلاسل، وبيظهر شخص تاني واقف قدامه وبيكون هو ده رقم 14 بعد ما اتحرر، وبيقول له انا اللي هدمر العالم، وبعدها بيقع حاجز الهياكل اللي كان حامل فرع الشمالي، وبعدها بيرجع جسم الين يتغير لونه تاني، وكمان عينه الشمال بيكون فيها تعويذه، وبيقدر يشوف حاجات محدش يعرف يشوفها غيره، لكن بيقطع افكاره ألما لما بيبدا يهاجم كندا، وبيلوموا انه من 9 سنين سابه يعاني وكمل هو حياته لوحده، لكن بسبب النشاط الكبير اللي بيعمله بدا جسمه يتعب اكتر، خصوصا بعد ما سحب ميلونيوم من جسمه الماده السوداء، وهي دي اللي كانت بتديله الطاقه لحد ما جسمه انفجر، وكندا كمان اتصاب، وكل ده كان فريق النواه وقائدهم ميلونيوم بيتفرجوا وفرحانين بكل اللي بيحصل، وبيسمع الين فريق النواه بيتكلموا وبيقولوا رغم ان كندا من اقوى طاردي الارواح الا انه بان ضعيف قدام ألما، وبيفضل الين يعيط، وده بسبب انه حاسس ان ألما ما كانش عاوز يعمل كده، وان فريق نواه كان مأثر عليه بسبب سحرهم، وفعلا بيلاقي بعدها جسم ألما وهو متدمر، وبيقولوا انه ما كانش عاوز يخسر كندا ابدا، وبيفضل يزحف عشان يوصل لجسم كندا، وده عشان عاوز يموت جنبه، فراح له الين وشاله. وبعدها بنروح لشيروزي واللي بيحاول ينبه زمايله لافي وبوكومان وان طاردي الارواح اللي من الدرجه الثانيه بداوا يفقدوا السيطره، وبنرجع لالين واللي بيكون شايل ألما لحد ما فجاه بيخرج من جسمه مجموعه فقاعات حمراء، وبيقول ميلونيوم ان بعد فتره الفقاعات دي هتختفي وهيموت، وفي اللحظه دي قدر الين انه يشيل جسم كندا، وده لما بدا يتحسن وربط الحبل في ميلونيوم وطار في الهواء، وده عشان يوصل كندا لألما لان هو الوحيد اللي هيقدر ينقذه، وبعدها بيفتح لهم بوابه ادوار السحريه، واول ما بيوصلوا تحتها بيخليها تسحبهم وبتتقفل، وبيأمر الين البوابه انها توديهم لمكان محدش يعرفه ابدا، واول ما بينزلوا الارض بيشوف كندا البوابه وهي بتتفتت، وبيقول له ألما ان الماده السوداء لسه عماله تاكل في جسمه، وانه لحد دلوقتي مش قادر يسامح النقابه على اللي عملته معاهم زمان، لكنه ندمان على كل مره كان واقف فيها قصاده وكان عاوز يقتله. ولما بنرجع لطاردي الارواح واللي بدات مجموعه منهم تتحول لاكوما، فبيضطروا المجموعه الثانيه انهم يقتلوهم، وكمان بيبدا يهجم عليهم فريق نواه، وبيكون الوضع بقى اصعب، خصوصا ان الين اللي كان في صفهم بدا رقم 14 يسيطر عليه، ورغم ان ألما اختفى الا ان اللعنه بتاعته لسه موجوده ومسيطره على عدد كبير من طاردي الارواح. وبيقول القائد ليفل الالين ان اللي عمله ده يعتبر خيانه كبيره للنقابه، وهنا قصده انه لما هرب ألما وكندا مع بعض، وبيقول له انت كده بتبوظ خطه طاردي الارواح اللي من الدرجه الثالثه، لكن بيكون راي ميلونيوم انهم اغبياء وان اكيد ألما مات دلوقتي، وبيبدا الين انه يقتل كل طاردي الارواح، لكن اللي لعنه ألما مسيطره عليهم بس، وبيقول العجوز زو ان دلوقتي مفيش اي امل انهم ينقذوا طاردي الارواح اللي اتحولوا، وبيكون راي القائد ليفل ان الحل الوحيد ان الين يفتح البوابه مره ثانيه ويروح يقتل ألما، لكن الين ما بيسمعش الكلام وبيحاول يلغي اللي على جسم طاردي الارواح، واول واحد منهم هو توكوسا واللي حاول يوقف اللعنه عن طريق قوه انوسينس، لكن في اللحظه دي بيظهر لينك وبيقول انه بيراقب الين من فتره كبيره، واللي بيحصل دلوقتي غريب، وان فعلا رقم 14 بدا يسيطر عليهم بشكل كبير جدا، وعشان كده قرر يهاجمه، واقر ان الين وولكر خطر على النقابه، لكنه قرر في الاخر انه لازم يكتف الين ويبعده عن توكوسا، وكان الين بيحاول يقنعه انه لازم يسيبه عشان ينقذ توكوسا، لكن القائد ليفلي امر لينك انه ما يسيبوش، وده لانه فاكر انه فقد السيطره، وطلب منه انه يخليه يفتح البوابه اللي بتودي لألما وكندا عشان يقتلوه، لكن في الوقت ده بدات تيواكو انها تهاجم الين، وده عشان بتكون عاوزه تنتقم منه، وفي الوقت ده بيوصل توكوسا للمرحله القصوى لدرجه انه اختفى، وبعدها بتظهر دوامه تحت تيواكو وبدات تسحبها، وهنا حست ان دي نهايتها وبدات تعيط.
وحاول لينك انه يسحبها، لكن للاسف اتسحبت بسرعه جدا. وبيكون فريق النواه هم اللي ورا كل ده، وبيقول لهم ميلونيوم ان دي قوانيننا واننا لازم نحارب حتى الموت، وانهم عملوا كده في توكوسا وتيواكو عشان يحاولوا يتهجموا على رقم 14 واللي هو ألين. وبعدها بيفتحوا بوابه لنفسهم وبياخدوا مداره معاهم، وبيقولوا انهم هيستخدموه كدرع ليهم، وقالوا لألين ان هم هيرجعوا ياخدوه قريب جدا. وبعدها بنروح لميلونيوم واللي بيكون نايم على السرير وتعبان جدا، وبتكون رود جنبه لحد ما بيجي لها واحد من فريق نواه عشان يطمن عليه. ولما بيعرف انه هيفضل فتره لحد ما يصحى، قرر انه يعمل اجتماع بباقي الفريق عشان يدرسوا موضوع رقم 14، وبيسالوا اقدم واحد فيهم عشان يحكي لهم عن رقم 14 وايه هي نقطه ضعفه، وكمان ايه شكل علاقته بميلونيوم من 35 سنه. لكنه رد عليهم ان هم لازم ينفذوا تعليمات ميلونيوم، وانهم لازم يحموا رقم 14 حتى لو اتمن حياتهم. وبيكون رافض يعمل كده، وسبب رفضه ان هو مش فاهم، ودي كانت مشكله واختلاف كبير بين اعضاء فريق نواه. وفي نفس الوقت كان في اجتماع تاني في النقابه، وده بعد ما لينك قبض على ألين بعد المعركه ورماه في السجن، وطلب اعضاء ورؤساء النقابه تقرير كامل عن ألين. فقال لهم انه ما جاوبش على اي سؤال من ساعه ما دخل السجن، وكمان مضرب عن الطعام عشان خايف يكون في حاجه في الاكل، وعايش على الميه بس. اما عن اخبار ألما وكندا فهم في عداد الموتى، وألين رافض يفتح البوابه مره تانيه، وده لانهم كانوا طلبوا منه كده. وبعدها بنروح لوقت الاكل، وبيكون الكل متجمع ومش عاجبهم ان ألين محبوس، خصوصا انه ساعدهم كتير. وبيقول الدكاتره ان هم حتى رافضين ان احنا ندخل نفحصه، رغم اننا ممكن نلاقي طريقه نخرج من عقله ذكريات رقم 14. وجزء منهم كان رايه ان هم يروحوا للقائد ليفلي، وده عشان يترجوه ان هو يخرجه، وجزء تاني بيقترح ان هم يتحدوا ويخرجوه بالقوه، بس بيكونوا خايفين ان النقابه تعدمه. لكن بيكون في واحد من المسؤولين معدي جنبهم، ولما سمعهم طمنهم وقال لهم ان هم مش هيعدموه. لكن توسوكيكا كان حاسس ان الراجل ده غريب او ممكن يكون بيكذب. وبعدها بيروح لينك لكبير الطباخين واللي بيكون اسمه جيري، وبيكون ما بيحبش لينك اصلا، لكن لينك قال له انه محتاج خدمه مهمه. وبعد شويه جيري عمل طبق عصيده جميل جدا وسلمه للينك، واللي خده وراح بيه لألين، وقال له ان الطبق ده معمول من مطبخ جيري، وان النقابه ما اتدخلتش في اي مكوناته، وقال له ان قال لجيري يعمله بطريقه تخليك تتاكد ان هو اللي عمله. ولما فتح ألين الطبق لقى جيري كاتب شتيمه للقائد ليفلي، فهنا عرف ان جيري اللي عامله فعلا، وبدا يحكي له لينك عن صداقته بمدارا وتيواكو، وانهم من زمان وهم اصحاب، من ايام ما كانش فيه ليهم مأوى غير الكنيسه. وبيقول له كمان ان هو اللي ادى الماده السوداء للقائد ليفلي. وبعدين سالوا عن ألما وكندا وهل لو هم لسه عايشين، وسالوا كمان عن رقم 14 واذا كان مسيطر فعلا على اغلبيه جسمه ولا لا. فقال له ان رقم 14 هو اساسا اخو مانا. وفي اللحظه دي وقع الطبق من ايده واتكسر، وبدا جسمه لونه يتغير. وبيقول لينك انه حاسس انه هيغمى عليه. وفي الوقت ده دخل كاردينال وقال للينك ما تخلوهوش ينام، لانه لو نام هيسيطر رقم 14 عليه وهيكون خلاص كده. وقرب منه وقال له سيبني وانا هشفيه. لكن لينك لاحظ ان الحراس اللي بره كلهم واقعين على الارض، وبعدها على طول لقى الكاردينال ده بيبدا يأذي ألين، وخصوصا انه ما يعرفش هو مين بالظبط، بس وثق فيه لانه بس زي الكاردينال. وفي نفس اللحظه دي قدر ميلونيوم انه يحس باللي بيحصل في ألين، وده بسبب التواصل الجسدي اللي بينه وبين رقم 14. وقرر لينك انه لازم يهجم عليه، لكن في اللحظه دي اتحرك الكاردينال بسرعه ووقف وراه وعمل تعويذه عشان يخليه ينام، ولما يصحى ما يكونش فاكر اي حاجه. ولما لينك وقع على الارض كان ألين ابتدى يستعيد شويه من وعيه، وهجم على الكاردينال وعدى اداه حاده من راسه. لكن المفاجاه انه ما بانش عليه اي تعب، بالعكس ده كمل لحد ما قرب منه وقال له ما تخافش، وان كل اللي هيحصل ان انت هتندمج معايا ولازم تنسى حياتك القديمه وترمي اسم ألين ده ورا ظهرك. وهنا بدا يعرف ألين ان اللي قتل الرئيس كروس هو نفس الشخص ده، ومحدش قدر يكشفه لحد دلوقتي. لكن في اللحظه دي ظهر واحد من فريق نواه وكان معاه رود، وهجموا على الكاردينال وقدروا يبعدوه عن ألين، وكان اللي بعتهم هو ميلونيوم، وده بس لما حس ان ألين في خطر. وبتقول رود ان هم اخيرا قابلوه بعد 7000 سنه، وبتقول رود ان اسمه كريفوس. لكن بعدها بدا كريفوس لون جسمه يتغير وبيقوم تاني، وبيعرفوا انه عنده نوع معين من البراءه، والنوع ده بيقدر يجدد بيها جسمه. وفي نفس الوقت ده بيكون جيمي وكاتشيا مجتمعين في المكتبه، وده عشان يدوروا على اي ادله طبيه يقدروا يساعدوا بيها ألين. اما باقي اعضاء النقابه بيكونوا عند القائد ليفلي، وده عشان يقنعوه ان ألين ملوش اي ذنب في اللي بيحصل، وان طاردي الارواح اللي من المستوى الثالث هم اللي فقدوا السيطره على نفسهم. لكن القائد ليفلي قال لهم ان ده قرار من الوكاله المركزيه. وبنرجع مره تانية للمعركه بتاعت كريفيوس، واللي بدا يهجم عليهم لحد ما رجع لألين وعيه، وهجم عليه بكل قوته انتقاما للرئيس كروس. لكن كريفوس قال له انه كروس كان بيخطط عشان يضحي بيك عشان خاطر رقم 14، وقال له كمان انه هيمسح كل الذاكره دي من دماغه وكأن مفيش حاجه حصلت. وبعد كده بدا يمسكه من راسه وقال له ان قوه البراءه بتاعته ما بتاثرش فيه. وبعدها بيقول له انه هيحاول يدمج جسمهم مع بعض، وده عشان يحاولوا يوصلوا لاعماق ذكريات رقم 14. لكن بيرد عليه انه مستحيل يندمج مع الشخص اللي قتل المعلم بتاعه. فتعصب كريفوس وقرر انه يضربه ضربه قويه جدا، لكن في اخر لحظه اتدخلت رود وخدت الضربه مكانه. وفي اللحظه دي بدا يفوق لينك وقدروا انه يكتف كريفوس، وكمان حرر الغلم بتاع ألين، وده عشان ياخدهم ويهرب. وبعدها
عمل انفجار كبير في الزنزانه وقدروا بعدها انهم يهربوا. وبيبقى لينك مع كريفوس بعد الانفجار، وبيكون كل اللي في النقابه مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبيكونوا مفكرين ان ألين بيحاول يهرب. لكن في الاخر اكتشفوا ان في 2 من فريق النواه قدروا ان هم يتسللوا ويدخلوا الزنزانه. وبعدها بيقرر ألين انه لازم يهرب بسرعه، وهيهرب معاه رود والغلم لان اكيد كريفوس هيجي وراهم. لكن اعضاء النقابه بيكونوا مفكرين برضو ان ألين قدر يهرب بمساعده فريق النواه، وما بيكونوش عارفين اي حاجه عن كريفوس. وبعدها بيعملوا اجتماعات طارئه وبيصدر فيها البابا امر امبريالي، وان من اللحظه دي كل اعضاء النظام والمشعوذين في مهمه الى اجل غير مسمى، وان في حاله تم استيقاظ رقم 14 بشكل كامل هيتم اعتبار ألين عدو بلا رجعه. وجمعوا كل المشعوذين، وبقى هدفهم الاول والاخير هو القبض على ألين وولكر في اسرع وقت، وحتى قبل ما يخرج من الجزيره. وكل المشعوذين تحت ايد الرئيس ليه، وفريق الاطباء ما كانوش فاهمين ليه ألين هرب. وبيقول جوني ان ألين مش من النوع ده واكيد في حاجه غلط. وبعدها بيروح القائد ليفلي للزنزانه، وبيحاول الحراس يقنعوه انه لازم ما يدخلش، وده بسبب دخنه البارود اللي جوه واللي حصلت بسبب الانفجار. لكنه بيصمم وبيدخل، وبيتفاجئ ان المفتش هوارد لينك واقع على الارض. وبيخرج الكاردينيال بعد ما رجع لهيئته البشريه وخرج من المكان، وبيقول انه لازم يروح ينقذ ألين. وبعد شويه بيقول القائد ليفلي ان لينك مات، وبنعرف ان الكاردينيال هو اللي قتله، وده بعد ما ألين هرب بسببه. والعجوز زو بيلوم القائد ليفلي، وده بسبب ان خطه طاردي الارواح اللي من الدرجه الثالثه كانت غلط، وهي السبب ورا كل ده. وقال له اللي كان واضح من الخطه ان احنا يبقى معانا تعزيزات اكتر، لكن انت كان عندك هدف تاني مش واضح. وقال له لحد امتى هتفضل تضحي برجاله النقابه وفي نفس الوقت بتخرج لينالي عشان تدور على ألين، وده قبل ما حد يأذيه. وفي نفس الوقت بيقف ألين وسط الغابه وبيكون مفكر انه كده في امان. وبعدها بيحاول يفوق رود، وبعدها بيقول له انا مش مضطر اهرب معاك وهسيب لك رود وهاخد الغلم بتاعي وارجع للنقابه. لكن في نفس الوقت بدات ايده الشمال تخرج منها تعويذه، وبالتحديد تعويذه البراءه، لكن بتكون بشكل متقدم وما بيكونش قادر يتحكم فيها. وفي نفس الوقت بيحسوا ان في حد حواليهم، وبيعرفوا ان كريفوس قدروا ان يتصل بدراع ألين الشمال، وده عشان يعرف مكانه. فقال له ان الحل الوحيد ان احنا نقطعها لك، لكن ألين ما وافقش وبعد عنه، وقال له انتوا من نواه سبب خراب كل حاجه. فرد عليه وقال له شوف مين بيتكلم، انت اساسا مشعوذ ودورك كنت تقتل النواه والاكوما، وبعد فتره قدر رقم 14 يسيطر عليك وبقيت عدو للنقابه، وكمان ميلونيوم عاوز يكون جنبك، وكمان في حين ان كريفوس اللي يعتبر واحد من حماة منظمه القلب عاوز يتحد معاك، فانت في جانب مين اصلا؟ وفي نفس الوقت بدا يظهر مجموعه كبيره من وحوش الاكوما، وقابلوا المشعوذين اللي خارجين من النقابه، وبيكونوا مفكرين ان ميلونيوم هو اللي عمل كده عشان يخلي ألين يهرب. وبدات المعركه بينهم، واستخدمت لينالي تعويذه ايقاف الزمن، وده عشان تواجههم. وكمان قدر تايموس انه يسيطر على جسم وحش منهم وبيبدا يقتلهم. وكان ماري بيقدر يعرف مكان ألين، وده عن طريق صوته اللي بيظهر في السماعات بتاعته. لكن في اخر فتره الصوت كان بيكون مشوش ومش قادر يحدد مكانه. لكن الغريب ان بعد المعركه ما بدات بشويه بيظهر مجموعه كبيره من تعويذ الريش الملتهب واللي ولعت في معظم الغابه. لكن الغريب ان محدش يعرف يرمي تعويذ بالكميه دي غير طاردي الارواح، وكمان اللي من الدرجه الثالثه. وفي اللحظه دي بتظهر تيواكو ومعاها جيل مختلف من طاردي الارواح، وشكلهم كانهم اكوما، وصدوا كل ضربات المشعوذين. وكمان ظهر من وراهم اكوما ضخمه وبدات تضرب عليهم رشقات ناريه، وبدات تحرق الباقي من الغابه. والرئيس قدروا انه يتكلم مع لينالي، وده عن طريق الغلم بتاعها، وقال لها ان الجيل الثالث خانوهم وعملوا فخ لكل المشعوذين اللي خرجوا من النقابه. وهي كانت شايفه كل حاجه من بعيد لكن مش عارفه ايه اللي بيحصل، وامرها انها لازم تروح لرقم 14 ولازم تقبض عليه. لكنها فضلت تحاول تقنعه ان ألين مش خاين. لكن التواصل بيتقطع لما واحد من الاكوما بيظهر وبيكسر الغلم اللي بتتكلم منه. وبعدها لينالي بتقابل توكوسا، لكن بيكون شكله غريب ولابس الزي الاحمر بتاعه، وبيكلمها بطريقه حاده وبيقول لها لازم ما تقفيش في طريقي، وانهم عرفوا هم المفروض يعملوا ايه، عرفوا المفروض يقفوا في صف مين، وعرفوا هو مين فعلا العدو الحقيقي. وبعدها رجع ودخل جوه بوابه واختفى، وخرج منها مجموعه كبيره من الاكوما لكنها قدرت تقتلهم كلهم. وبعد دقايق بيوصل لهم كريفوس، وفي الوقت ده كان ألين لسه بيفكر فعلا هو مين في كل ده، وكان الحل الوحيد انه يحل الصراع اللي جواه الاول، وده قبل ما يحاول انه ينضم تاني للنقابه لانه بقى مصدر للصراع بين كل الاطراف. وبعدها سمع صوت رود وهي بتقول له انه لازم يحارب نيا عشان خاطر مانا، وقالت له ان ده كان المفروض سر. وبعد كده جسمها بيختفي، وبعدها بيقرر انه يستخدم بوابه السفينه لاخر مره، لكن اتفاجئ ان لينالي قدرت توصل له وقالت له هتحط نفسك في موقف وحش لو استخدمتها من غير اذن. فقال لها انا للاسف هعمل كده. فقالت له ان احنا ممكن بعد كده نضطر ان احنا نحارب بعض. فضحك وقال لها تقدري تضربيني في اي وقت، اعملي اللي انت عاوزاه. فقالت له انها مش بتهزر وانها مش هتقدر تحاربه في يوم من الايام، لكنه قرب منها وحضنها وقال لها انا هفضل مشعوذ دايما وممكن يختلف طريقنا لكن هدفنا هيكون واحد. وقال لها ان النقابه اكتر مكان بيحبه لانها موجوده فيها، وكمان باقي زمايله اللي بيحبهم، وان النقابه هي بيته وهتفضل كده دايما. وبعدين فتح البوابه ودخلها لحد ما اختفى، وبعدها بدات البوابه تتفتت وتختفي. وبيفتكر ألين موقف زمان لما كان خارج من بيته وهو طفل، كانت في واحده بترعاه وبينادوها باسم الرئيسه، وبتكون
عايشه مع ابنها باربا. وفي الوقت ده ألين قال له انه ما يستاهلش لقب وولكر، وده لانه مش من عيله مان، وان ده اللقب بتاعهم مش بتاعه، لكنه قال له ان اللقب لايق عليه جدا ومهما حصل ما يشيلهوش. وتاني يوم باربا راح للرئيسه وقال لها انه لبس زي المهرج اللي كان بيحبه ألين، وكان نفسه يرقص معاه رقصه المهرج قبل ما يمشي. وبتكون الرئيسه والكاهن اللي بيراعوه اساسا بيخططوا ان هم يخلوه جسم الرقم 14 عشان يرجع. وفي يوم لما مات مانا كان ألين متاثر جدا لدرجه انه ما كانش بياكل ولا بيشرب، وكان الكاهن مسؤول عنه، والرئيسه دايما بتزعق له لو حست ان ألين تعبان لانه مهم جدا ليه عشان رقم 14. وفضل الكاهن وراه لحد ما قدر يخليه ياكل ويتكلم معاه، لكن الغريب انه رجع يتكلم بنفس طريقه مانا. ولما حكى الكاهن للرئيسه قالت له انه مش مهم اي حاجه ولازم نحافظ عليه لحد ما يرجع رقم 14 ويسيطر عليه، وهو هيختفي لوحده كأن ما كانش ليه وجود. وفي يوم بيرجع ألين البيت وبيفتح له باربا وبيكون مبسوط انه كويس، وده لانه كان بيحبه. وبعدها بيكون في اجتماع لفريق النواه، وبنعرف ان في واحد منهم اسمه فيدرا، وهو اللي زرع قوه بوزه بتاعته في جسم شاووزي، وده عشان يقدروا يراقبوا كريفوس من جوه النقابه. وبيكونوا قابضين على العجوز بوكومان وعاوزين يعرفوا منه معلومات عن خطط النقابه، لكنه رافض يتكلم. فواحد منهم بيقرر يضرب لافي ويعذبه عشان يتكلم، لكن لافي فضل يقول له انه يفضل ساكت مهما حصل. وبعدها بنروح للقائد ليفلي وللمساعد بتاعه بيقول له ان رئيس الفرع الاسيوي وصل وعاوز يقابله. وفي نفس الوقت بيكون شاووزي عند الدكتور بسبب دراعه، لكنه برضه بيجهز نفسه عشان مهمه جديده، وبيقول له الدكتور انه لازم يروح يرتاح شويه. لكن شاووزي رد عليه وقال له ان في مجموعه كبيره من طاردي الارواح ماتوا، ده غير المخطوفين، ما بقاش في وقت للراحه ولازم نكمل. ولما بتيجي سيره ألين بيكونوا مفكرينه هو اللي قتل لينك قبل ما يهرب، وبيكون شاووزي مصمم انه لو شاف ألين هيقتله. وبعدها بتقعد لينالي مع ماري وبيتكلموا عن ألين، وبيقول لها ماري ان نص النقابه شايفينه مظلوم والنص التاني شايفين انه لازم يتقتل، لكنها بتكون زعلانه لانها بتكون اخر واحده شافته وما قدرتش تقنعه انه ما يستخدمش بوابه السفينه. فقال لها ماري انه ملوش لازمه الندم دلوقتي، وقال لها افتكري انك ليكي برضه روابط مع كل اللي موجودين في النقابه، وقال لها انا زيك بالظبط اديت وقت حلو جدا هنا وعشان كده انا واقف معاكم، واكيد في يوم هنتجمع كلنا تاني. ولما قاموا يمشوا كان في اطفال بيلعبوا كوره لحد ما راحت منهم ناحيه واحد جاي من بعيد، ولما شافته لينالي ما بقتش مصدقه نفسها، واول ما قرب منهم بدل ما يقولوا له الحمد لله انك رجعت بالسلامه قالوا له ايه اللي رجعك تاني، وقالوا له كده عشان خايفين عليه. فقال لهم انه طارد للارواح وهيفضل كده دايما، وسالهم عن ألين فقالوا له انه اختفى في بوابه السفينه، ومن ساعتها ما حدش يعرف عنه اي حاجه. وبعدها بيدخل لاوضه القائد ليفلي، واللي اول ما بيشوفه بيساله عن ألما، لكن كندا قال له انه مش هيتكلم عنه تاني ولا هيقول اي معلومات تخصه. فساله امال رجعت تاني ليه، فمرضيش يرد عليه وسابه ودخل لاوضه العجوز زو، واللي اول ما بيشوفه بيقول له انا السبب ورا كل حاجه، وانا اول واحد اقترحت ونفذت مخطط التجارب على البشر، وده عشان اعمل تعزيزات لطاردي الارواح، وان باقي الدكاتره ما كانش ليهم اي ذنب، هم بس اتورثوا التجارب وكملوها. وعيط وقال له انا الشيطان المذنب الحقيقي. فقرب منه كندا وقال له عشان كده انت لازم تروح للجحيم، وقرر انه يستدعي مغم من جسمه، وده بعد ما مسك ايده وظهر مكعب صغير. وقبل ما يمسكه جت لينالي ومسكت المكعب وسالته ازاي كان متاكد من اللي هيعمله، فمسك ايدها وقال لها انا عارف انا بعمل ايه كويس، وشرب السائل بتاع المكعب اللي ساح في ايدها. وبعدها ظهر الصليب على ايدين الاتنين وبدا يخرج منه دم لحد ما عمل بالدم سيف لونه احمر. وبعدها رجع يلبس زي طاردي الارواح مره تانيه وخد السيف بتاعه وحطه في جراب، وقال لهم انه من الاول ما كانش بيحب النقابه، وفضل طول الوقت ده يراقب ألين لحد ما وصل للمرحله دي، وقالوا انه لازم يدور عليه ويساعده، وساب النقابه ومشي. وفي نفس الوقت ده بيكون قالوا انه في عالم تاني وبيحاول يحارب رقم 14 واللي بيحاول يسيطر على جسمه، لحد ما في يوم بنت صغيره بتشوفه وبتروح تساله هو انت ملاك، وبعدها قدر كريفوس هو كمان يوصل للعالم ده، وشكلهم هيكملوا الحرب تاني بس في عالم جديد. وبس هي دي النهايه، ومن الواضح لينا كلنا ان في موسم تاني للحكايه، وعن نفسي متحمس جدا ان اشوفها، واكيد برضو انت متحمس زيي. فيلا انت مستني ايه؟ انزل تحت اتاكد انك مشترك في القناه، وتاكد كمان انك مفعل زر الاشعارات، وده عشان تكون اول واحد يشوف اي فيديو جديد ينزل على القناه ان شاء الله. وطبعا مش هننسى اهم حاجه، اذكر الله وصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.